السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة ان الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة هو جديد ومش جديد. اتكلمت قبل كده كتير عن ان الاذى النفسي ممكن يموت. موضوع النهاردة عن اللاعب الشهير احمد رفعت رحمه الله. الحقيقة انا ماليش في الكورة، ما بتابعش كورة، مش بفهم فيها. ما اعرفش، سمعت الخبر لاعب مشهور الله يرحمه خلاص، خلاني اطلع اتكلم واشوف الموضوع بتاعه كان ايه. كان السوشيال ميديا انها بتنشر كتير ان اللاعب ده مر بازمه نفسيه ومات بسببها. يعني مش مات عشان ارهق في الملعب، مش مات علشان حاجه. مشيت ورا الموضوع، عرفت ان اللاعب ده في شهر مارس 2023 بالظبط توقف قلبه، وبرحمه ربنا سبحانه وتعالى، وكانت معجزه الهيه ان قلبه يرجع تاني للعمل، وان هو يتعافى بعديها بعد ساعه بالظبط من توقف القلب. طلع هو واتكلم وقال يا جماعه انا كنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، وبعد الموضوع اللي حصل لي ده انا قربت من ربنا جدا، التزمت بالصلاه، بقيت اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالصدقات، فربنا سبحانه وتعالى يرحمه. وان الفتره دي كانت رحمه من ربنا انه يشده ليه وانه يخليه يعيد حساباته تاني. حلو حلو. جه بعديه اللاعب ده قال في برنامج قريب جدا قبل موته بايام، قال ان هو تعرض لظلم واذى نفسي كبير جدا، وبسبب حد ظلموه قسوه ايا كان، عشان هو دلوقتي في دار الحق. مش هنخوض في ايه سبب موته، غير ان انا هقول ان هو ازمه نفسيه وزعل، وده اللي يخصني. زعل بيموت؟ الزعل بيموت. الزعل بيجيب سكر؟ الزعل بيجيب سكر. الزعل ممكن يخلي حد في ثانيه، في لحظه يفقد حياته وضربات قلبه تزيد، ويجيله سكتة قلبية، ويجيله ضعف في عضلة القلب وتوقف في عضلة القلب. أيوة. دكتور مجدي يعقوب لما سألوه يا دكتور من خلال العمليات الكتير اللي انت حضرتك عملتها، ايه اكتر حاجة بتصيب القلب وبتجيب مرض القلب؟ قال الزعل. الزعل اكتر حاجة سبب في مرض القلب. هو اللاعب مات ربنا يرحمه يا رب، وهو دلوقتي عند الرحمن الرحيم يعني. فاحنا مش هنتكلم عن اللاعب قد ما هنتكلم عن اللي اذى، سواء هو اللي اذاه او اللي بيأذي والمستمر في الاذى عموما. انت اخبارك ايه دلوقتي؟ انت عامل ازاي وانت عارف انك عايش سبب في موت حد؟ يا ترى انت مستني اللي جاي في حياتك يبقى حلو؟ طب تعالى اقول لكم حاجه يمكن تفكر الناس اللي مش كويسه او اللي بتأذي، تخليها يبقى عندها رادع كده وتقف وتشوف هتعمل ايه. تعالى اقول رقم 1، ان ابعد الناس عن الله سبحانه وتعالى وعن رحمة ربنا سبحانه وتعالى هو القاسية قلوبهم. ابعد الناس عن ربنا الناس القاسية. هو مين فينا يقدر يبعد عن رحمة ربنا؟ هو احنا اساسا عايشين برحمة وستر ربنا، من غيرهم احنا مش عايشين، من غيرهم احنا ضايعين. فانت حط دي رقم 1، ابعد الناس عن ربنا سبحانه وتعالى هي القاسية قلوبهم. الناس القاسية هي اكتر حد بعيد عن ربنا. طب تعالى اقول لك حاجة تانية على النقيض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم من حرم جسده على النار؟ أقول لكم عن مين اللي جسده متحرم أصلا على النار، رغم ذنوبه، رغم حاجات كتير بيعملها، إلا إن النار مش هتمسه؟ مين يا رسول الله؟ قال الهين اللين. يعني أنا ممكن أبقى بعمل ذنوب، وممكن بس عشان أنا حنينة، علشان أنا مش حنينة على فلان، علشان أنا بقضي حاجة فلان، علشان أنا كذا، النار تتحرم عليا؟ تعالى اقول لكم ان الراحمون يرحمهم الله. انا عايزه ربنا سبحانه وتعالى يرحمني، عايزاه يغفر لي. فايه المفتاح؟ الرحمه. خدوا بالكم وانتوا بتأذوا، خدوا بالكم وانتوا بتأذوا ان انت بعيد عن ربنا. الناس القاسيه ممكن تبقى سبب في موت حد. خد بالك ان انت ممكن تبقى سبب في مرض حد ما يعرفش يتعافى منه. الفايبروماليجيا، المرض المناعي المشهور واللي تداول كتير جدا الفترات اللي فاتت وانتشر كتير. لحد السنه اللي فاتت كان 80%
من مصابين بيه كانت النساء. السنه دي بقى 89%، 9% في سنه، كتير طبعا. النساء الستريس اللي عليهم، الضغط اللي عليهم، متحمله مسؤوليه بيت، متحمله مسؤوليه زوج بيضايق وبيزعق وي وي وي. يليهم المراهقين والرجال. الفايبروميالجيا ده هتكلم عنه في حلقه لوحدها. مرض بيجي من الزعل، مرض مؤذي جدا، بيتعب جدا، ألم في العظم لا محدش يطيقه ولا يتخيله. ملوش علاج غير التأهيل النفسي والصحة النفسية والجلسات النفسية. العلاج والمعرفي السلوكي اكتر علاج الدوائي، ان العلاج الدوائي عبارة عن مسكنات، هتكلم عنه بالتفصيل في حلقات. انا بس بقول ايه الحاجات اللي بتسببها الزعل. يا ترى انت قادر تعيش؟ مش كفايه ذنوبنا اللي بنعملها في اليوم وانت اذي حد؟ رحمة ربنا سبحانه وتعالى هتروح منك، حب الناس هيروح منك، لان اللي بيحبه ربنا بيحبب عبده فيه. فانت لما تلاقي حد كده الناس كلها بتحبه وبتعامله كويس وبتشكره وبيمشي في غضاء حوائج الناس وحد جميل، اعرف ان هو قريب من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيحبه، لان اللي بيحبه ربنا بيحبب عبده فيه. طب انا شايف نفسي محبوب وانا شايف نفسي كده، بس انت لو اذي حد اعرف ان انت ربنا مش بيحبك، لان الحد ده بيدعي عليك. انت قد دعوة واحد بس، لما كل شوية ربنا يا رب ينتقم، ربنا يكسر قلبك، ربنا، انت قد ده؟ لا، انت كده بقيت من القاسية قلوبهم. اوعى تأذي حد بالكلمة، بالفعل. انا اعرف دي قصة انا عشتها. في واحدة في دفن زوجها وقفت تقول ايه، والله العظيم انا وقفت استغرب الكلمة، يا رب اللهم اكرمه زي ما اكرمني، يا رب اكرمني فاكرمه. تخيلوا لما تبقى انسان هين لين كويس، بتعامل الناس بطيبه ورحيم، فالناس دايلك ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، يبقى كريم معاك في وقت انت بس انت وربنا فيه وبتتحاسب. مفيش حد، لا اخ ولا اخت، ضلمه متر في متر، ضلمه قبر. تخيل لما حد يقول يا رب اكرمه زي ما اكرمني، يا رب مثلا اطعمه زي ما اطعمني، يا رب استره زي ما سطر عليا، يا رب اكرمه بحق ما طبطب عليا في مره، بحق ما اطعمني في مره قلت له جعان فجاب لي الاكل وجي، بحق ما عمل مش عارف ايه الموقف الفلاني، صاحبتي عملت كذا فيا رب اكرمها. الرحمه واللين جميل قوي على النقيض. يا ترى انت تستحمل ان انت تموت فيندعي عليك يا رب قسي عليا فأس عليه في وقت انت ضعيف فيه؟ كنت انت متجبر في الدنيا فانت ضعيف في القبر، اضعف في الاخره، محتاج رضا ربنا سبحانه وتعالى. تعرف ان ذنوبك كلها ممكن تغفر ما عدا الذنب اللي عملته في بشر فخليه وجعه ومكسور وموجوع، فهيبقى الذنب ده هو واقف بينك وبين ربنا. انت قد كل ده. حقيقة يا جماعه ان مش الحي ابقى من الميت، ان الانسان الميت ممكن يبقى رحيم، فيبقى رحمته واصلالي في الدنيا وحنيته ومواقفه الحلوه مخليها حي في قلوبنا. والحقيقه ان في ناس عايشه قاسيه، انت يا بتتمنى لها الموت يا اما انت اصلا عايش شايفها ميته. طيب تعال نتكلم بقى شويه علاجيا، انا اعمل ايه في الناس اللي اذتني علشان انا ما اموتش، عشان ما يجيليش سكر، عشان ما يجيليش فايبروميالجيا، علشان اعمل ايه؟ 3 كلمات: اعتزل ما يؤذيك، اعتزل ما يؤذيك، ابعد عن اللي بيأذيك، ابعد قولا وفعلا، ابعد كل حاجه. طيب في ناس انا مش عارفه ابعد عنهم، في ناس عايشه معايا، في ناس انا بشوفها كل يوم في الشغل، في ناس مش عارفه في الاداره، في ادارتي كمديري او مديرتي، في ناس في شغلي، في ناس في الشارع، في ناس انا بشوفها كل يوم. فيا مروه انا مش هعرف اعتزل ما يؤذيني. الاعتزال اشكال. في ناس انت قادر تعتزل تماما خالص، بلوكات بقى وكل حاجه، اعتزل. في اعتزال انت من جواك اعتزلته، انت مش هتلومه اصلا. يعني ساعات ناس كده قاسيه جدا يجي يقول لك ايه من كتر قسوتها وغباء قلبها، يقول لك وايه يعني ما افتكرش كذا، وايه يعني لما وانا بتكلم معاكي اخبطك، ولا ايه يعني وانا بتكلم معاكي ارمي مش عارف ايه يعني، وايه يعني لما تعملي حاجه كويسه اقول لك دي كانت اسوأ حاجه في الدنيا، ايه يعني، وايه يعني لما اموت بسببك، وايه يعني لما اتوجع بسببك. الناس دي تعمل ايه بقى؟ اكتر حاجه اللي هي اعتزال ليها بقى لو انت مش قادر تبعد عنها. انت صح، برافو عليك. ممكن ناس تبقى اصلا انت شايفها بتكذب وانت معاك الداتا بتاعتها كلها وسايبها بتكذب ومش بتتكلم ومعدلها. انت بتعدلها عشان ايه؟ عشان انت اعتزلت ما يؤذيك، عشان انت مش عايزهم.
افتكروا دايما الراحمون يرحمهم الله.